تعالي أقولك على 6 وصفات لتتبيلات الفراخ عشان تفرزيهم بمشيئة الله وتسهلي وقتك ومجهودك في رمضان بمشيئة الله. هاتي 4 ولا 5 فرخات وابدأي معايا على طول. أنا جايبة 5 فرخات وأول وصفة عندي هي الوصفة دي. جبت 4 بصلات متوسطين الحجم، حطيت عليهم 4 قرون من الفلفل الرومي، طماطمية كبيرة، وحطيت كمان 1.5 معلقة من الملح، معلقة مش مليانة قوي من الفلفل الأسود، معلقتين هرمين من بهارات الفراخ، معلقة كبيرة من الخل وعصرة ليمونة كبيرة، ومعايا كمان 4 5 فصوص من الثوم. ابدأي بقى افرميهم كده في المفرمة فرما مبرحا. وبعد كده هو جايبه 6 اوراق كده اهو، بعد ما غسلتهم وصفتهم كويس جدا ومفهومش اي ميه. ابدأي بقى بطرف السكينه كده، ابدأي اعملي فتحات بالشكل ده. انا بنزل كده اهو بالسكينه لحد تحت علشان توصل للعظم، عشان التتبيله كده تتغلغل جوه الاوراق الحلوه دي. طبعا على حسب عدد افراد اسرتك. انا بالنسبه لي جايبه 6 اوراق، هبدأ ان انا اتبلهم التتبيله الحلوه دي. وبقى بمنتهى السهوله اطباق فل وعليها كيس تلاجة تفتحيه كده اهو من النص وتحطيه كده اهو، وتحطي عليها الفراخ الحلوة دي وتركنيها على جنب. بعد بعد أول وصفة ذكر النهاردة هيكون لا إله إلا الله. ما تنسوش تكتبوا في التعليقات لا إله إلا الله. هنا بقى الوصفة التانية. هجيب 4 صدور من الفراخ وهبدأ على طول ان انا اخليها كده بالشكل ده. بتجيبي سكينة ماشية جدا معاكي، ومن جنب الجناح الحلو ده هتبدأي بقى تنزلي بالسكينة كده وتخلي، بحيث ان احنا وانتي بتخلي كده بحيث ان العظم ما يبقاش فيه ولا عظمة موجودة في اللحم بتاع الفراخ الحلوة دي. وبقى في المرحلة بقى دي بعد ما تطلعي الجناح والهيكل الحلو ده، تبدأي بقى تتخلصي من اي جلد زايد او من اي دهن ولا حاجه، او حاجات غير مستحبه. شفتوا بقى الجناح مع الهيكل طلع كده وكان تمام جدا. ممكن بقى لو انت حابه تسهلي على نفسك تخلي الراجل بتاع الفراخ هو اللي يبدا ان هو يعمل لك الحاجات دي. ابتديت بقى ان انا اقسم الصدر كده. كل فرخه طبعا بيكون ليها صدرين، الصدر الواحد بس بتاع الفرخه بيطلع 4 قطع فيليه كده من الفراخ اللي هو هنعملها بانيه بمشيئه الله. ابتديت بقى ان انا اقطعها شرايح كده متوسطه الحجم. طبعا ده بالنسبه ل4 صدور من الفراخ. جبت بصلتين كبار كده محترمين، عليهم معلقه كبيره من الخل، عليهم بقى عصره ليمونتين كبار كده علشان بحب التتبيله كده احط لها الليمون زي ما هي. معلقه مليانه من الملح، معلقه من الفلفل الاسود ما تبقاش مليانه قوي. انا بحب جدا احط بقى معلقه من الزعتر البري كده، ما تكونش مليانه قوي. الزعتر البري غير الزعتر اللي يعني انتي وانتي بتشتري من عند العطار هاتي زعتر بري، بيكون كده شكله مختلف عن الزعتر العادي وبيبقى طعمه ومذاقه حلو جدا. حطيت بقى الفراخ الفيليه دي او اللي انا مقطعاها تقطعه البانيه وركنتها كده على جنب. انا معايا هنا 4 اوراق، ابتديت ان انا اقسم كل ورك لقطعتين. حطيت بقى هنا اهو بعد ما قسمته زي ما انتم شايفين. طبعا التقسيمات ديت بتكون سهله جدا، كل حكايه ان هي بس مجرد ان هي بتكون حبه عايزه سكينه ماشيه. تعالوا بقى نعمل الفراخ التندوري الحلوه دي. علبه زبادي، معلقه كبيره من الخل، معلقه من الملح، معلقه ممسوحه من الفلفل الاسود، معلقه من البابريكا، معلقه من الثوم المهروس، ومعلقه من الزنجبيل الفريش. ومعايا كمان طبعا بابريكا. هم بقى في الفراخ التندوري بيحطوا كمان لون احمر اللي هو القرمزي ده، بس انا بقى هو متوفر عندي، بس انا بصراحه مش بحبه ان الحاجه تبقى لونها احمر بزياده فما استغنيت عنه. ابتديت بقى ان انا جبت الاوراق الفراخ الحلوه دي وحطيتها في التتبيله الحلوه دي وابتديت اقلبها. يبقى ملح وفلفل اسود، ومعايا كمان معلقه من الثوم، ومعلقه من الزنجبيل، ومعلقتين من الزيت الزيتون، وليمون وخل وثوم وزنجبيل. زنجبيل يكون فريش. قلبيهم بقى كويس كده. وطبعا الاوراق زي ما انتم شفتوا من شويه ابتديت ان انا اقطعها كويس او ان انا اعمل فيها فتحات كبيره علشان ايه التتبيله تتغلغل جواها. نسيت اقول لكم كمان ان انا استخدمت في الفراخ التندوري معلقه كبيره مليانه من هريسه الشطه. طبعا دي اختياري. جبت بقى هنا اهو حوالي 4 صدور من الفراخ، كانوا لسه باقيين عندي 4 صدور. ابتديت ان انا اقطعهم كده مكعبات صغيره، وبصلايه وربع جزرايه وطماطمايه وفلفل و4 فصوص من الثوم، وابتديت ان انا افرمهم فرما مبرحا. هنعمل ايه؟ هنعمل شيش طاووق. خدت الميه وركنت التفل على جنب للوصفه الجايه. حطيت معلقه من الفلفل الاسود ممسوحه، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، بهارات فراخ، معايا كمان 7 بهارات، وطبعا ما تنسيش الملح. هنربط بقى كل ميه البصل والثوم والحاجات الحلوه دي بعلبه من الزبادي، ومعايا كمان معلقتين كبار من زيت الزيتون. مش متوفر زيت زيتون مفيش اي مشكله، ابداي على طول حطي زيت ذرة عادي. قلبيهم كويس وانزلي على طول بالتتبيله الحلوه دي. قبل ما تنزلي بالتتبيله الحلوه دي حطي بصل متقطع مكعبات، ومعاهم كمان فلفل الوان وفلفل.
وقلبتهم بقى كويس كده، وعلى طول بقى عصيان شيش طاووق بتحطي بقى طبعًا الرصة دي زي ما أنتِ حابة، شوية فلفل، قطعتين من الفلفل، عليهم قطعة فراخ، عليهم بصل، عليهم طبعًا لو أنتِ حابة تحطي طماطم ماشي، بس أنا مش بافضّل الطماطم أوي، وباستكفي بيها بس في اللي أنا فرمته. هنا بقى باقي بقى بُصّوا من كل صدر فرخة كان باقي بقى قطع كده أهو طولية، فابتديت إن أنا أقطّعهم كده، عملوا تقريبًا صدر ونُص كده أهو، ابتديت بقى إن أنا أقطّعهم شرايح رفيّعة كده، وجبت بقى التفل بتاع الوصفة اللي قبل كده أهو بتاع الشيش طاووق، وهاعمل بقى كفتة يوناني. عبارة عن إيه، عبارة عن صدور الفراخ بتقطّعيها صغيّر، وبعد كده أهو بتحطّي فيها بقى التفل بتاع البصل والطماطم والفلفل والحاجات الحلوة دي، وبعد كده أهو 3 معالق كبار من البقسماط ومعلقة كبيرة من النشا، وآخر حاجة بقى التوابل هي زعتر وروزماري وملح وفلفل أسود وشوية بابريكا صغيّرين، وبس كده. ابتديت إن أنا أصبّعها بعد ما فرمتهم كلّهم مع بعض كده فرمًا مُبرحًا، وبعد كده رصيت بقى الكفتة كده أهو في الطبق زي ما شُفتوا. ساكتة ليه؟ ما تنسيش ذكر النهارده لا إله إلا الله. ادي الزور البانيه اللي اتبلت بقى لي ما شاء الله كده اهو متبله بقى لها شويه حلوين، حطيت لها بيضتين على نفس التتبيله، مجرد بس وتقلبي البيضتين كويس جدا، وبعد كده بقى تشيلي البصل الى حد ما من عليها، وبعد كده بقى تحطيها في البقسماط او دقيق الذره او الدقيق العادي. انا بحط بقى بصراحه مزيج ما بين البقسماط على دقيق الذره على الدقيق العادي، بيطلع حلو جدا ومقرمش وطعمه خرافي. لو انت حابه بقى البانيه يبقى فوق بعضيه، بعد ما ترصي اول وصفه اول صف تروحي حاطه كيس وتروحي حاطه الصف التاني. هنا بقى متبقي ايه؟ متبقي شويه الاجنحه والكبد والقوانص والرقاب، ابتديت ان انا اقطع عليهم بصلايه وملح وفلفل وعصره ليمونه، دعكتهم كويس جدا الدعكه التمام، وبعد كده رصيتهم في الاطباق. بصوا، وبعد كده بقى رصيت كل الحاجات الحلوة دي في الأطباق، اللهم بارك. بصوا بقى شكلها جميل ازاي. هطلعهم بقى كل ما قبل ما ابدأ ان انا اعمل فطار كده باربع خمس ساعات لحد ما يفكوا، وعلى طول بقى في الفرن او بقى في الجريلا كده. بالنسبة للأجنحة معلقة سمن كبيرة، وهبدأ ان انا اديهم تشويحة مع بطاطساية بيكون طعمهم خرافي. ما تنسيش ذكر النهاردة لا إله إلا الله. لو عجبك الفيديو ووصلتي لحد هنا تنسيش اللايك.